يا جماعة الخير، السلام عليكم. النهاردة هشرح لكم محفظة ادخار غير أي ادخار، محفظة كلاودز من ثاندر. دي مش بس وسيلة لحفظ فلوسك، دي طريقة ذكية تخلي فلوسك تكبر وتشتغل معاكي كل يوم. محفظة كلاودز بتديك فرصة تحوش فلوسك بنسبة عائد سنوي متغير يوميا حوالي 21%. يعني مثلا لو حطيت 1000 جنيه الحساب بيكون كالتالي: أولاً بنحسب العائد السنوي، 1000 جنيه مضروباً في 21% يساوي 220 جنيها في السنة. بعد كده نقسم العائد السنوي على 12 شهراً عشان نطلع العائد الشهري. 220 قسمة 12 تقريباً 17.5 جنيه في الشهر. وأخيراً نقسم العائد الشهري على 30 يوماً عشان نحصل على العائد اليومي. 17.5 على 30 تقريباً 60 قرشاً في اليوم. لكن المهم إن العائد ده بيتضاف على المبلغ الأصلي كل يوم، وده معناه إن اليوم اللي بعده المبلغ أكبر والعائد بيزيد بشكل تدريجي. أنا نصيحتي ليكم، لو عندك مبلغ معين مش تحوشه في مكان ساكت، استخدم كلاودز وخلي فلوسك تشتغل. اتأكد إنك متابع لحساباتك عشان تشوف إزاي الفلوس بتزيد كل يوم. كمان خد بالك من موضوع العائد اليومي، الفائدة بتنزل كل يوم بشكل تلقائي، بس لازم تعرف إن في مواعيد معينة العائد بيتوقف أو ينزل بشكل مؤقت، وده بيحصل يوم السبت ويوم الجمعة عشان دول أيام إجازة البورصة. يعني لو فات يوم السبت أو الجمعة الحساب بيرجع يتحدث في اليوم التالي، لكن العائد متوقف في الأيام دي. لازم تحسب حسابك وتكون عارف إن المواعيد دي بتأثر على نسبة الزيادة اليومية. أهم حاجة كمان إنك تتابع السوق بشكل دوري وتعرف ميعاد إجازة البورصة عشان تقدر تخطط لتحويلاتك أو سحوباتك. يعني لو عايز تسحب فلوسك مع الأرباح تأكد إنك تحسب الفترة الزمنية بشكل مضبوط، وخلي بالك من أيام السبت والجمعة. لو عايز تبدأ تجربتك مع كلاودز وتخلي فلوسك تكبر يوم بعد يوم بطريقة ذكية وسهلة، دوس على اللينك في الوصف تحت. ثاندر دايما في تطور وبيقدم حلول مبتكرة تخليك دايما في القمة. فلوسك تستحق إنها تشتغل معاك، وانت تستحق حلول مالية حديثة وآمنة. جرب كلاودز النهاردة وشوفوا الفرق بنفسك مع